اش قال الشاعر واش قال. اليوم قال الشاعر معنا 3 مواضيع. الموضوع الأول بخصوص نحول، الذي قالوا لي يا سفير ليش أنت مع نحول وليش بتتكلم وتقول إنه شاعر؟ هل أنت جاهل في الشعر؟ لا، أنا عارف إن مشو شاعر، والناس عارفين إن مشو شاعر، والشعر عارف إن مشو شاعر، ونحول عارف إن مشو شاعر، ولكنه إنسان له قبول وله تقبلوا هالناس. يا أخي أشتهر يا أخي، قلت خبالة يا أخي، دخل منها فلوس، الله يرزقه يا أخي. حب لأخيك ما تحب لنفسك علشان تنجح. إنسان تخارج من وضعنا الخارب اللي أنتوا عارفينه، وتتمنى أنت أنك تخرج من الوضع هذا إلى حياة أفضل. اتمنى لها الخير يا أخي، الله يوفقه ويرزقه. هذا هو الموضوع الأول. الموضوع الثاني الذي واحد علق عندي قال لي يا سفير أنا أحبك من المحويت ولكن لا تتكلم عن اللحوح، فذكرني ب3 قصايد قديمة الذي هي حقة عز والمحويت وإب. فوالله أنا جبتها بقلب طيب، إذا عادكم متحسسين لا الحين منهن أنا أعتذر من الجميع فردا وواحد من أصغركم لأكبركم. أنا جبتهن بطريقة مزح، مشو من قلبي ولا أن أنا حاقد عليكم ولا أن أصنع فتن أبدا، وأنتوا تعرفوني ما أنا حق هذا الحاجات، كلكم على عيني وراسي وإحنا أخوان. هذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث في قضية الشيخ هذا حق مارب، إن في واحد علق عندي وانتبهت للتعليق حقه، قال يا سفير أنا أبي شيخ بيقرأ على الناس، ذا الحين ما عاد أحد عجي يقرأ عند أبي. أمانة وجع قلبي، قلبني الله. فلذلك أبوك يمكن إنه رجل عظيم، في فرق، مش إنه شيخ واحد فاسد إن المشايخ كلهم فسدها، لا، رجال علم ويعني تعلموا وأخرجوا تلاميذ، وفي ناس درسوا حافظين بيقيموا ما قال الله ورسوله. فإذا كان أبوك من هذا النوع افتخر بأبوك، والرزاق الله، شو كلهم سوا، يعني أصابعك ما تستوي. فتحياتي لكم، هذا كلامي، حبيت أوصل هذا ال3 المواضيع، واللي يزعل يزعل، واللي يعجبها الكلام حيه. تحياتي.